عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بكم في برنامجنا وسلسلتنا لمة رمضان. صحة رمضانكم، كل عام وانتم بخير، تصوموا بالصحة والهنا إن شاء الله يا ربي. مع أول حلقة تاعنا في السلسلة حبيت نرحب بكم، نتمنى أن هذه السلسلة تعجبكم، وأعتذر عن جودة التصوير قليلا، ولكن حاولت قد ما نقدر أنه تكون جودة عالية وجودة شوية يعني تليق بمقامكم، ولكن للأسف هذا واش راه يصرالي. المهم قبل ما نبداو حبيت نعرفكم على السلسلة تاعنا واش راكم رايحين تشوفوا فيها، هكا باش تزيدوا تتحفزوا أكثر وباش تتبعوها ما تراطوا حتى حلقة. إذا سلسلتنا اللي هي لمة رمضان راح نحاول أني ماشي كل يوم، راح نحاول ندير لكم يوم بيوم حلقة في طيلة شهر رمضان، وراح نسافروا في كل حلقة إلى بلد عربي معين، هكا باش نتعرفوا على عادات وتقاليد والأطباق المعروفة أو المشهورة في كل بلد، ونتعلموا ثقافتهم وندوا أفكار من عندهم ونجربوا أكلهم لماذا. إذا في أول حلقة لينا من لمة رمضان أكيد وأكيد راح يكون فطورنا جزائري. راح نحضروا مع بعض فطور رمضان كامل، طاولة جزائرية 100%، من الشوربة للطبق الرئيسي إلى السلطة، مقبلات، وأيضا طاجين الحلو أكيد اللي لازم يكون في كل طاولة رمضانية بإذن الله. إذا أنا ما نطولش عليكم، ممكن إنه راح ندو اتصال، عندنا ضيفة أيضا هي يوتيوبرز جزائرية، إن شاء الله نقدروا نتواصلوا معها باش نسألوها على أجواء رمضان عندهم في دارهم، وتعرفوا بلي إحنا الجزائريين يعني في ولايات مختلفة، وفي كل ولاية عندهم عادات خاصة بهم، يعني نختلف ما في نفس البلد، ولكن على حسب الولايات أو المحافظات فنختلف في العادات وفي التقاليد نتاعنا. كل ولاية يعني ما شاء الله ما شاء الله. قد ما نهضر لكم بإذن الله راح نجرب مر رمضان، راح نجرب ندير لكم عادات وتقاليد كل ولاية في الجزائر، ندخلوا لكل ولاية نجيبوا تقاليدها، أكلاتها، لباسها وكل شيء. إذا خلونا في رمضان، خلونا نوجدوا فطورنا تاع رمضان هكايا باش نفطروا ما نقعدوش بلا فطور. وما نطولش عليكم، نروحوا نشوفوا المقادير الاولى للشوربه لاجل تحضير الشوربه، ومن بعد نروحوا نحضروا الطبق الرئيسي. يلا بينا ما نطولوش، بعد الفاصل نشوفوا المقادير او المكونات. اذا ما نطولوش نشوفوا المكونات او مقادير الشوربه فريك نتاعنا. اول حاجه نحتاج الى بصله كبيره هكا مفرومه، وراح نحتاج الى حبه او حبتين طماطم ايضا مفرومه على حسب نوع الطماطم اللي تكون عندكم. اكيد راح نحتاج لحم غنم، من الافضل انه لحم غنم، كي تروحوا للبوشي يقولوا له لحم تاع الشوربه، وجزائريين راكم على بالكم تعرفوها. وتقدروا ايضا تزيدوا مع اللحم تزيدوا طرف تاع دجاج صدر ولا مرصوص صغير هكايا، ايضا راح يزيد لكم البنه. وايضا اكيد راح نحتاجوا الثوم، وايضا نحتاجوا الثوم. هنا راح ندير كميه، انا درت راني راهي كميه كبيره لانه للطبق الرئيسي تاعي ايضا. وهنايا اكيد راح نحتاجوا التوابل اللي هما ملح، كزبر، راس الحانوت او توابل مشكله، فلفل عكري، نعناع يابس، فلفل الكحل، وشويه تاع قرفه، وايضا تقدروا ديروا زريعه تاع البسباس ايضا. وراح نحتاجوا ايضا هنايا الى طماطم مصبره، اكيد ملعقه كبيره ولا ملعقتين على حسب الكميه راكم رايحين ديروها. راح نحتاجوا الى ورق الغار او رند يعني. واكيد راح نحتاجوا الى باقه من الكزبر ولا حشي الشوربه. وهي شوفوا الشوربه البنات انا يعني مرفه ندير لها ايضا شويه ورقه تاع كرافس وورقه تاع نعناع، يعني شويه من اوراق النعناع. كي ما عنديش نعناع راح ندير النعناع اليابس. اوكي فوالا هذا مكان. يلا الزبده او السمن لتحضير. وراح نحتاجوا الى القدره تاعنا تاع الطير، من الاحسن انه تكون عندكم قدره كيما هكايا، انا قديره تاعي هي صغيرطه، لانه تجي فيها الشوربه بنينه بنينه بنينه. وما ننساوش الاهم الفريك تاعنا. الفريك نحتاجوا الفريك للشوربه تاعنا لانه شوربه فريك. اذا ما نطولوش، يلا نشوفوا طريقه التحضير. اذا ما نطولوش نروحوا لطريقه التحضير. نجيبوا القديره تاعنا اللي قلت لكم، من الاحسن انه تكون عندكم قدره تاع هكايا تاع فخار. نديروا الزيت ولا السمن ولا توم مش تحبوا، انا راح ندير زيت نباتي.
وكنت سبق وقلت لكم اني انا درت لهنا البصل كميه كبيره يعني للشوربه وايضا للطبق الرئيسي تاعي، يعني ما راحش ندير الكميه هذه كامله تاع البصل، ولكن نتوما للشوربه تاعكم ديروا بصله كبيره يعني. اوكي انا شوفوا الطريقه تاعي في الشوربه البنات، يعني انا نحب ندير كل حاجه بارد في بارد، يعني كلش مع بعضه، البصل الزيت الطماطم كل حاجه هكايا كما راكم تشوفوا. ندير اللحم تاعي ثانيك، يعني هذه هي طريقتي انا في تحضير الشوربه، وكل واحد وتبقى طريقته. قلت لكم تختلف العادات وتختلف التقاليد في كل ولايه في الجزائر. ونروح ندير الكميه تاع الطوماطيش تاعي. قلت لكم حبه ولا زوج حبات على حسب الحجم وعلى حسب الطوماطيش تاعكم، اذا كانت حمراء اذا ما كانتش حمراء. واكيد كميه تاع الثوم، قلت لكم انا الثوم ثاني لهنايا راني دايره يعني بزياده من اجل الطبق تاعي اللي راح نديروه. اوكي واكيد ورق الغار انا رايحه ندير زوج حب يعني للبنه، والطماطم مصبره قلت لكم بارد في بارد كلش. يبقى لنا الفريك هو اخر شيء، يعني كي يكون اللحم تاعنا قريب باش يطيب نطلقوا الفريك نتاعنا. يعني الشوربه تجي هكايا بنينه بزاف. نحاول اني نخلط كامل المكونات هذا، واكيد قلت لكم التوابل هذو كامل اللي كنت ذكرتهم لكم من قبل: ملح، قرفه، فلفل اسود، نعناع يابس، وايضا فلفل كحل، راس الحانوت، فلفل عكري، كزبر، ملحيه. ونقدروا ايضا نديروا زريعه تاع البسباس. اذا البنات شوفوا انايا بالنسبه لي طريقتي في الاول اني ندير هكا، يعني بوكي تاع حشي الشوربه بهذه الطريقه، سواء تحبوا تربطوه سواء تحبوا تطلقوه هكا ديريكت. هذه الخطوه الاولى، يعني نحب نديرو هكا، انا ما نحبش نقطعو. وانتم اذا حبيتوا تقطعوه عادي يعني طريقتكم. وبعد انا كي يكون قريب يطيب قبل ما نطلق انا قبل ما نطلق الفريك نتاعي نحي هذا اللون اللي حطيته ونعاود ندير واحد اخر جديد. وقلت لكم انا يعني متعوده اني نزيد مع هكا البوكي، ندير بوكي نخدمه، ندير حشي الشوربه اللي هي الكزبر، ونزيد معاها الكرافس يعني ورقه تاع كرافس ونزيد معاها ورقتين او زوج اعواد هكايا تاع نعناع ايضا، ونديرهم معاه يعني تعطيكم بنه واش نحكي لكم. فوالا هكذا الشوربه تاعي. شوفوا راني وجدتها. دوكا واش راح ندير؟ راح نحطها فوق النار تتقلى على نار هاديه، تتقلى لي مليح مليح. في نفس الوقت انا يا نحضر الطبق الرئيسي ومن بعد نمرق الشوربه تاعي ونخليها طيب. كاينه عنصر ايضا نسيتو البنات، قولوا لي وشنو؟ اذا عرفتوه العنصر اللي نسيتو اكتبوه لي في لي كومونتير نشوف اذا راكم مركزين ولا لا. لا غالب الصيام واش يدير. بون العنصر اللي راني ناسياته اللي هو الحمص. كاين اللي ما يحبوش الحمص ولكن انايا من النوع اللي نحب الحمص بزاف. نزيد الحمص تاعي كما قلت لكم. اذا كانت طايبه الحمص تاعكم خلوها حتى مع الاخر، يعني كي تجوا تطلقوا الفريك تاعكم اطلقوها. واذا ما كانتش طايبه يعني غير مشمخه برك شمختوها، تقدروا انكم تحطوها منفكه مع الاول. وانا دوك نروح نجيب الحمص تاعي نحطها ونخليها فوق النار قلت لكم تتقلى لي، ونروحوا للطبق الثاني نشوفوا المكونات تاعو ونشوفوا واش رايحين نحضروا. يلا فوالا شوفوا كيف راه كلش راه مع بعضها. انا نديها نقليها هكايا فوق النار، وهنا راني ضفت الحمص تاعي نقليها مليح مليح على نار هاديه، يعني نخليها تتحمس على نار هاديه ومن بعد باش نمرق نروحوا ندوها فوق النار ونعاود نوريكم بعد الفاصل باش نشوفوا الطبق الثاني.
الطبق الرئيسي تاعنا نروحو نشوفو ديريكتومون المكونات تاعو اللي هو المثوم. واش راح نحتاجو في هذه المكونات؟ راح نحتاجو بصله صغيره هكا مفرومه، يعني انا قلت لكم كنت حضرتها من قبل كي رحيت تاع الشوربه. راح نحتاجو اكيد كميه من الثوم، يعني واحد 6 ولا اكثر راس تاع ثوم ترحوه ايضا. راح نحتاجو الى لحم او دجاج، هذا خياري، هو المثوم ديروه باللحم، يعني قطع اللحم مع الفيونداشي اللي بولات تاع الفيونداشي، ولكن انايا ما نحبش كي يكون هكذاك بزاف الريحه تاع اللحم، الو اذا نقدر اني نعوض بالدجاج. واكيد راح نحتاجو فيونداشي اللي بولات تاعنا، حاجه اكيده. بالنسبه للتوابل راح نحتاجو الى فلفل اسود، كمون، ثوم بودر، واكيد الى توابل السبع اللي هو راس الحانوت، واكيد الى الملح. وما ننساوش ايضا الحمص، كما قلت لكم الحمص هي الاساس، والاكثريه يعني هو مشهور المثوم ولا عند العاصميين انهم ما يديروش الحمص، يديروا اللوز، يكون اللوز الابيض يعني باش يجي الله الله. اذا ما نطولوش، يلا نشوفوا طريقه التحضير ويلا بينا. اذا رجعت لكم بعد ما شفنا المكونات تاع الطبق الرئيسي نتاعي واللي هو المثوم. نجيبو الطنجره تاعنا ولا الكاسرونه تاعنا اللي راح نحضروا فيها كالعاده. نديرو شويه تاع زيت نباتي ولا زبده ولا سمن، كل واحد واش يحب. يعني نفوتو نحضروا الصوص تاعنا، الصلصه اللي هي بيضه رايحه تكون. شوفوا البنات، انا راني درت شوفوا كميه تاع البصل وخليتها هكا حوالي ملعقه تاع بصل باش نخلطها مع باش نضيفها لكي نضيفها مع الفيونداشي اللحم المفروم تاعي هكا باش يعطيني فيه بنه عظيمه. شوف نخليها هنا ديجا ونخلطها هنا كامل. وايضا نروح نجيب الثوم اللي هو الاساس تاع الوصفه تاعنا ونضيفه. ونخلي الكميه ايضا للحم المفروم نتاعي ايضا. وندير الدجاج نتاعي بهذه الطريقه ونحطوه يتقلى لي مليح، يتقلى مليح. وبعد المرق ونضيف ايضا الحمص، دوك نضيف الملح اذا، ونضيف كميه تاع فلفل اسود، كميه تاع كمون، كميه تاع ثوم بودر، ثوم ملحيه، يعني راح تزيد لي بنه عظيمه للمثوم تاعي. واكيد شويه كميه تاع راس الحانوت، حنخلي له قليل ايضا باش نزيدوه مع اللحم المفروم تاعنا. اذا بهذه الطريقه نروح انا نضيف نحطهم فوق النار ونعاود نرجع لكم باش نوجدوا لي بولات نتاعنا. يلا ما تنساوش الحمص، الحمص البنات ما تنساوهاش. يلا بينا. اذا بعد ما حطينا المرق تاعنا يتحمس لنا ويتقلى لنا، كي يتقلى مليح الدجاج تاعنا وهذيك الخليط تاعنا اللي درناه نمرقو، نحطو الحمص تاعنا ونخلوه حتى يطيب لنا الدجاج تاعنا. دوكا نروحو نحضروا لي بولات تاع اللحم المفروم والفيونداشي. كيما قلت لكم هنايا خليت كميه هكا حواليها ملعقه نتاع بصل. في نفس الاناء راح نحط اللحم المفروم تاعي، وراح نحط الثوم ايضا كميه يعني لا باس بها تاع الثوم لانه مثوم فيحب الثوم بزاف. وانا اكيد باش نزيد نعزز النكهه نتاع الثوم نزيد الثوم بودر، ثوم ملحيه، يعني راح يزيد لي البنه تاع الثوم. وندير نفس التوابل، يعني فلفل شويه تاع فلفل اسود، شويه نتاع كمون،
راس الحانوت التوابل السبع، يعني هكا تجينا لي بولات تاعنا بنان، وقليل تاع الملح، ونعجنوهم مليح مليح، خلطوا يعني مليح، خلو حتى الخليط تاعنا هذا كيتجانس مزيان. ومن بعد نجيبو الفرينه البنات، كميه صغيره تاع فرينه، اوكي بهذه الطريقه ندخلو كلش مع بعضها، يعني نعجنهم مدة هكاك تاع 3 دقائق 4 دقائق على حسب. مهم انه نشوفوا بلي كل حاجه تجانست، يعني دخلت هذوك لي زيبيس دخلوا مليح في اللحم، البصل هذاك ايضا، الثوم هذيك ايضا، هكا باش تجينا نتيجه بزاف مليحه. اذا هنا شوفوا بعد ما عجنت اللحم المفروم تاعي مليح ودخلت كل المكونات، نروحو نديرو لي بولات تاعنا على الحجم اللي راكم حابينو نتو. يعني بهذا الشكل، ونديرهم في الفرينه. هنايا عندكم خطوه هذه اختياريه، تحبوا ديرهم في الفرينه تحبوا لا، تحبوا ايضا كي ديريهم في الفرينه تعقبوهم في شويه تاع زيت، يعني تعطوا لهم شويه وجه تاع قليه هكايا، ومن بعد تطلقوهم في لاصوص تاعكم. اختياري، تحبوا هكا ديريكتوم وهما هكا مرمدين في الفرينه تطلقوهم ديريكت في لاصوص هكايا، لاصوص تاعكم راهي رايحه تختار اكثر واكثر. يعني هذا الخطوه هنايا اختياري، كل واحد وطريقته، كل واحد وكيفاش يديرهم. انا نحب نرمدهم هكايا، وايضا احيانا نقليهم نجوزهم في شويه زيت، واحيانا نديرهم غير في يعني غير هكايا في الفرينه، ونحط لكم ديريكت في الصوص تاعنا. هكا اللحم تاعنا يكون واجد دوكا نوجدوه ونحطوه اكوتي. ما بيد كي نشوفوا الدجاج تاعنا يعني طاب نص طياب، نطلقوا لي بولات تاعنا، نحطوا البولات تاعنا بهذا الشكل. اذا انا نكمل اللحم وناخذوا فاصل، ونعاودوا نولوا باش نحضروا طاجين الحلو نتاعنا. ورجعت لكم مع طاجين الحلو، الحاجه الحلوه تاعنا اللي لازم تكون في كل طاوله رمضانيه جزائريه اكيد، واللي بزاف يعشقوها ويحبوها وكما نقولوا حنايا الطبسي هذاك اللي يدخل ويخرج في الفريجيدار. انا اليوم راني رايحه ندير لكم طاجين الحلو ولا لحم الحلو، يعني هنا خياري، كاين اللي يحبوا يديروه بقيقه على اللحم يعني يسموه لحم الحلو، ولا طاجين الحلو بدون لحم. انا راح نديروه بدون لحم لانه نحبه هكذايا. واش راح نحتاجو في الوصفه تاعنا؟ دوك نشوفوا مقادير بسيطه سهله واسرار جدا 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 باش يجيكم هكاك الله الله معسل، والمرقه تاعكم لاصوص تاعكم اللي تجي فيه ما تجيش كحله، يعني تجي العسيله هذيك تجي لونها ذهبي بزاف شباب. اذا ما نطولوش يلا نشوفوا المقادير اللي راهم محطوطين هنا في الطاوله ونولي. اذا بالنسبه للمكونات راح نحتاجوا الى كميه نتاع الزبيب. الزبيب بيكون هكايا يعني الحبه تاعو كبيره. هي الوصفه راني مشاركتها معكم من قبل في القناه. راح نحتاجوا الى مشماش مجفف، يعني ايضا كميه هكا تاع 20,000 ولا 15,000. وراح نحتاجوا الى العينه او البرقوق هاي ليك بهذا الشكل. وايضا تقدروا تضيفوا اي فواكه جافه اخرى، اناناس كيوي فراز، راه كاين كل حاجه. اذا واش راح نحتاجوا ايضا الى كاس تاع سكر، لهنا عندنا عود قرفه، وعندنا نجمه الارض اكيد. وراح نحتاج الى كميه تاع ماء الزهر شويه، يعني ماشي هذه كامل. وراح نحتاجوا الى كميه تاع الماء يعني حوالي 3 كيسان تاع ماء. وفقط هذه هما كانوا بالنسبه للمكونات. نروح نشوفوا طريقه التحضير. اذا حبوباتي بالنسبه لطريقه التحضير طريقه سهله مهله، يعني ما فيهاش بزاف. اول حاجه ناخذ السكر تاعنا
يعني كاس قلت لكم تاع السكر. تقدروا تضيفوا على حساب نتوما كيفاش تحبوا العسيله تاعكم اللي تجي فيها، ولا الصلصه الصوص تاعكم. اذا تحبوها ثقيله بزاف تقدروا تزيدوا شويه تاع السكر. اوكي، راح نضيف الماء. قلت لكم حوالي 2 كيسان 3 كيسان، انا درت لهنايا كاس. ونضيفوا الكاس الثاني تاعنا. واكيد نديروا نجمة الارض، والعود تاع القرفه تاعنا نكونوا شللناه هكايا. نديروهم فوق النار ونخلوهم تغلي مليح، يعني نحركوا بالتحريك حتى يذوب لنا السكر كامل. بعدها كي نشوفوا شويه بدات تثقل لنا شويه العسيله تاعنا، نروحوا نضيفوا هنايا الفواكه الجافه. هنا كاين خطوتين يعني تقدروا انكم ديروهم، تقدروا انكم تستغناو عليهم. عندكم تقدروا انكم تفوروا المكونات تاعكم اللي هما الزبيب، المشماش والبرقوق او العينه، وتقدروا انكم تحطوهم ديريكت. كاين اسيوس تانيك باش ما تطلق لكمش البرقوق تاعكم او العينه تاعكم، باش ما تطلق لكمش الكحوليه. ديروها في الماء السخون، يعني تغليو ماء تخلوها تنقعوها في ماء سخون مدة هكاك 5 دقائق، وتطلقوها هي الاخرى، يعني هي الاخيره اللي تحطوها. نبداو بالتدريج. مثلا دوكا توجد لنا لاصوص تاعنا شويه، نديروها فوق النار توجد شويه. بعدا نحط المكون الاول اللي هو الزبيب، بعدها نحط المشماش، ونخلي البرقوق هو الاخر. هذا مكان، هذا هو بالنسبه لطاجين الحلو تاعنا. واكيد رايحين نعرفوا بلي كيفاش وجد، رايحين نعرفوا كي نشوفوا العسيله ديك تاعنا ثقالت ولات يعني كيما نحبوها، رايحين نشوفوها اكيد في النتيجه. اذا انا نروح ندي الطاجين الحلو تاعنا يطيب، ونروحوا للمقبلات نوجدوا مع بعضنا المقبله. يلا بلا ما نطولوا عليكم. اذا بعد ما درنا طاجين الحلو تاعنا يطيب والشوربه تاعنا راهي قريب توجد، يعني درت لها الفريك خلاص ما بقاش بزاف، نخليها 10 دقائق هكاك 4 ساعه ونطفي لها. والمثوم تاعي راه واجد، طلقت لي بولات تاعي تاع الفيونداشي. دوك ما بقى لنا غير الخطوه الاخيره تقريبا، واللي هو البوراك سيد المائده الرمضانيه الجزائريه، اللي لازم يكون مع الشوربه فريك. يعني البوراك لازم من الاساسيات اللي لازم يكونوا في رمضان، خصوصا اول يوم رمضان. بالنسبه لهنايا للبوراك نجيبو، درت هنا الورق تاع البوراك تاعي، كاين بزاف ديما مهم، ولا تقدروا حتى تجيبوا اللي محضرين في البيت. يعني الحشوه نتاعي انا حضرتها، كنت سبق وحضرتها هكا باش ما نطولش عليكم. يعني هنايا الحشوه اختياريه، تقدروا تحشوهم بالجبن فرماج، اين انواع تاع الفرماج. تقدروا تحشوهم فيونداشي، ديروا فيونداشي مع شويه بصل وشويه معدنوس وشويه فلفل حلو وملح، وطيبوهم مع بعضهم بعد تحشوا بهم الديول تاعكم، البوراك تاعكم، بولي اشي اي شيء، الطون اي حاجه تقدروا ديروها. بما انه انايا درت الشوربه تاعي راهي باللحم، والمثوم تاعي راه لي بولات تاع اللحم والدجاج وكلش، حبيت باش نكسر هذاك الشيء وهذاك الذوق. الوغ انا حبيت ندير اليوم هاني حابه ندير الحشوه تاعي بالبطاطا. درت البطاطا، هرست البطاطا، درت الزيتون الاخضر مقطع، معدنوس والفلفل الكحل والجبن، يعني خلطتهم كامل مع بعضهم. جبن يا اما مثلثات او جبن جدار، اي نوع من الاجبان تقدروا انكم تحضروهم. وحضرت الحشوه تاعي كما راكم تشوفوا هاي ليك. اذا انا لهنايا نروح نفتح الديول تاعي، نديرو مع بعضنا حبه مع بعض، وانا نكمل الباقي ونقليهم، ونحضر سلطه عاديه جزائريه، ونشوفوا الطاوله الرمضانيه. اذا نشوفوا البنات، بسم الله. اوكي، الخطوه هذه عليكم الاختيار، تحبوا ديروا الحبه تاعكم هكذا كامله
ولا تقسموها على 2. انايا نفضل يعني للصراحه انا نفضل اني نقسمهم على 2، يعني تجيني الحبه مليحه متوسطه ماشي كبيره بزاف. اوكي اذا نقص هكذا. هذا النيلو من تحت يساعدني يعني باش نخدم فيه وتكون لو بلون دو طرافاي تاعي يكون نقي. اذا بسم الله وندير الحشوه تاعي نحطها هكذايا. على بالي اخواننا الجزائريين ماكش اللي ما يعرفش يدير البوراك ولكن عندي متابعين من بلدان اخرى نتمنى انهم يتعلموا الوصفه تاعنا. اذا نديروا هكا الحشوه تاعنا ومن بعد عندنا 1 2. اوكي هنايا بالنسبه للصق البنات تقدروا ديروا جبن تلصقوا بالجبن، تقدروا ديروا شويه فرينه مع شويه ماء وتخبوه انغرا يعني يولي لكم باش تلصقوا. ولا هكا اذا كانت الحشوه تاعكم مثلا كيما انايا راهي بطاطا والاخر فتساعدني. اذا نديرو هكذا ونرولو الحبه تاعنا تاع البوراك. اي فوالا شكل. اذا نزيد الحبه الثانيه معكم. بهذه الطريقه راه ما بقناش للفطور وما بقناش ونكملوا الطاوله الرمضانيه نتاعنا. اذا كان عندكم كاش اسئله او شيء او اشياء راكم حابين تشوفوها ايضا كمحتوى نتمنى انكم تكتبوه لنا في لي كومونتير هكايا نشوف لي كومونتير تاعكم ونحاول نلبي طلباتكم اكيد. او اذا كنتم حابين إذن كما شفتوا الطاولة تاعنا راهي واجده، الاطباق تاعنا كامل وجدوا اللي حضرناهم مع بعضنا. هاوليك المثوم نيجا ما شاء الله، الشوربه تاعي، طاجين الحلو، وحضرت سلطه، واكيد البوراك. وقبل ما يأذن حبيت نوري لكم وصلوني هذو لي دات فوغي من عند ميزون دو جوا. لاباج تاعها انستغرام وكلش راني راح نخليها لكم في تعليق مثبت. شوفوا لي ما شاء الله تمر محشي ولا دي دات فوغي. شوفوا لي الديكور يعني دارت لي الكرك وعصيمي ما شاء الله. انا نحطهم هنايا ونوجد قبل ما يأذن.
حاطه هنايا هكذا التمر والتمر المحشي. نقول لها ميرسي حبيبتي، ربي يحفظك ان شاء الله، باسكو على بالكم دير ما ديرش غير لي دوت فوغي، دير بزاف حاجات لي شيكولا، بزاف اشياء يعني تقدمهم. اذا كما راكم تشوفوا الطاوله تاعنا هي واجده، بقى لي دوكا غير نقول لكم صحه فطوركم ورمضان كريم ان شاء الله ينعاد علينا بالصحه والهنا. نتمنى انه الطاوله تكون نالت اعجابكم والاطباق تكون نالت اعجابكم. كما قلت لكم في اول الحلقه، في اول ما بدينا، انه اذا جربتوا الوصفات هذوما بهذه الطريقه اكزاكتومون، ما عليكم غير تصوروا لي وتبعثوا لي الصور على الانستغرام اللي راه باين لهنايا نسرين.family هكايا، باش نعاود ننشر صوركم وتجربتكم وارائكم على الستوري باذن الله. نبقى لي غير نقول لكم في امان الله، تهلاو لي في روحتكم ونتلاقاو في الحلقه القادمه باذن الله. سلام، صحه فطوركم.